السلام عليكم يا الغاليات، مرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم غادي نديروا مع بعضنا هذا الكغاتان اللي يجي مشمخ بنين مشخشخ مفرمج فريمون يجي روعه. الوصفه كنت حطيتها في الانستغرام وفي التيك توك وحتى الفيسبوك، درت حاله بالمشاهده وبزاف اخوات جربوا هذه الوصفه وعجبتهم فريمون. هذه الوصفه يجي روعه. ثم ما عليكم غير تصلوا وتسلموا على الحبيب المصطفى، ديروا جيم كتشجيع منكم ونروحوا نخدموا الوصفه مع بعضنا. اول حاجه هنا الكغاتان هذا لاباس تاعه البطاطا، درت هنا كميه تاع بطاطا لاباس بها حوالي ربع حبات هكا يكونوا متوسطين، قطعتهم غونديل هكا طوال ولا قطعوهم دي بتيدي وقلوهم وخلوهم بجهه. بالنسبه لهذا الكغاتة يعني ما يقتصرش برك على البطاطا، تقدروا ديروا كورجات، تقدروا ديروا يعني دنجال، تقدروا ديروا فيه كيما حبيتوا، يعني الحاجه الخضره اللي حبيتوا ديروها فيه تقدروا ديروها، المهم يجي بنين. ثاني حاجه غادي نديروا البيشاميل. البيشاميل هنا استعملت 2 مغارف تاع مارغرين ديما اللي تجي بنينه، الذوق تاعها فريمون مميز بالبزاف يعني بكل صراحه. كي تحطوها هكا في الطبخ ولا في الحلويات ولا تعطي واحد الذوق رائع. ديت 2 مغارف كبار غادي ندوبهم، ومن بعد غادي نزيد معاهم 2 مغارف تاع الفارينه. هنا الفارينه غادي المغرف كيما درتو المارغرين ديروا الفارينه، يعني الا درتو 4 مارغرين ديروا 4 فارينه، درتو 2 ديروا 2 فارينه، نفس المقدار تاع المارغرين هو الفارينه. وبدو تحمصوا فيهم مليح فوق النار حتى يتبدل اللون تاع الفارينه تاعكم تولي بيضاء هكا، تتحمص غايه وتجي بنينه وما تضركمش، يعني ما تبقاش عجين. فوالا هنايا هذاك المقطع اللي كنت نحمص فيه اتفاصلي. ابخي هنا كي حمصت هذيك الفارينه بديت نضيف الحليب غير بشويه 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 حتى اللي درت نص يعني اطرو تاع الحليب اللي هي 500 ملي تاع الحليب فوق النار بيان سيغ، وبدو تخلطوا باش ما تكتل لكمش من تحت حتى تحصلوا على هذا القوام. كي ترفد الغاليه وتبدا تبقبق تما حبسوا. غادي نكهها شادر، درت مغرف صغيره تاع توابل الدجاج، شويه فلفل اسود، شويه ثوم بودره، وعندي الملح، وبيان سيغ ما تنسوش الفرماج. هنا الفرماج قد ما تكثروا قد ما يكون نوعيه شابه تجيكم البيشاميل تاعكم بنينه وشابه. ندخلهم مليحه كيذوبوا. هنايا البيشاميل راهي حاميه غادي يذوب لكم هذاك الفرماج. الا لقيتوا تكتلات شديروا جيبوا البغا ميكسر وميكسوها هكا مليح. كما راكم تشوفوا البيشاميل تاعنا ما راهيش ثقيله بزاف، يعني خفيفه هكا توالم الكغاتان تاعنا ويجينا يعني مشمخ ما يجيش ناشف. لا فرشه درت فيها، درت حبه تاع البصل متوسطه قطعتها هكا مربعات، درت نص صدر تاع الدجاج كذلك عفوا قطعته، ودرت الفلفله الحمراء والخضراء، درت هنايا 4 فصوص تاع الثوم، والتوابل توابل الدجاج، ثوم بودره، فلفل اسود، شويه سكنجبير والملح بيان سور. وهنا درت ثاني مغرف معمره تاع المارغرين هكا غادي نقلي فيها كامل هاد الخضره وهاد الدجاج تاعي، نديرهم فوق النار ونخليهم يتقلاو مليح مليح. ما تنسوش ثاني مغرف صغيره تاع الموطاغ باش الدجاج تاعنا هذاك يجي بنين، وديروا الملح وخلوها تتقلى على خاطرها. هنايا تحبوا تقلوا بالحاجه يعني تقلوا البصله وتزيدوا الدجاج وتزيدوا الفلفله ثاني كيما تحبوا. انا هنا درت كلش خطره واحده خليتهم حتى اللي تقلاو وقلعتهم. البيشاميل تاعنا باش تزيدوها بنه على بنه، وثاني هذاك الغراتان كي تاكلوا يعني وتدخلوه يتغراتينا يجي يتعسل من الداخل بالفرماج. زدت لها شويه تاع الفرماج المبشور، وجبت البيراكس اللي غادي تدخل الفوق. هنا ديروا هكا كبيره احسن باسكو البيشاميل تاعنا باش ما تسيحناش. درت هنايا الطبقه الاولى تاع البيشاميل، شوفوا فريمون ما شاء الله هذا البيشاميل تجي شابه بزاف. هنايا اختياري ديروا لها الفرماج المبشور، ما عندكمش ما ديرولهاش. جبت هذيك البطاطا اللي كنت قطعتها هكا وقليتها وخليتها يعني تبرد بجهه، ستفتها كامل في البلاك كطبقه اولى. قلت لكم هنا تحبوا ديروا ثاني الكورجات اللي هي الكابويا، ولا ديروا الدنجال، ولا ديروا اي خضره حبيتوها ثاني تقطعوها هكا بتيدي ولا غوندل وتقلوهم وديروهم ثاني. اللي ما يحبوش ثاني الحاجه مقليه البطاطا تاعكم تقدروا تفوروها وتصوتوها وديروها ثاني، يجيكم الكغاتان تاعكم شباب وما يجيش يعني مزيت بزاف. اللي ما يحبوش الدهون بيان سور، بصح كي تقلوها البنه كامل راهي فيها هذيك البطاطا المقليه. جبت كميه من لافاكس غادي نقسمها على زوج. الكميه الاولى نديرها دروك، وندير ثاني طبقه تاع البيشاميل باش يجي مشخشخ ومفرمج من الداخل، وبعد نزيد ثاني نستف البطاطا كطبقه ثانيه، ونزيد ندير ثاني البيشاميل عفوا لافاكس كطبقه ثالثه، يعني طبقه بطبقه حتى نكمل كامل الطبقات تاعي باش كي ترفدوا المورسو تاع الكغاتان تاعكم يجي فيه طبقات، يعني يجي مشمخ بالفرماج ويجي فيه هذيك لافاكس وتجي فيه البطاطا، يعني كامل من الطبقات تكون فيهم. هنا كملت كامل هذيك البطاطا هكا، درت هنا كميه كبيره يعني لا كونتيتي الكبيره كاع درتها الفوقه، وزدت درت هذيك لافاكس اللي كانت باقيت لي قسمتها على زوج. شوفوا هاد لافاكس ثاني فريمون تجي بنينه، ما تقدروا تقلعوا منها يعني الفلفله الا ما عندكمش ديروا زروديه ترابوها ولا ديروا اي فاكس واحده اخرى تحبوها ثاني تجيكم بنينه. المهم هاد لافاكس تجي بنينه. كملت الكميه تاع لافاكس، ودروك غادي نجي ندير كامل الكميه اللي بقات لي تاع البيشاميل. هنا لازم تغطوا كامل الوجه باش كي تدخلوا الكغاتان تاعكم يتغراتينا يجيكم يعني احمر من كامل الجوانب. شوفوا هنايا سقمتها هكا بلا سباتول. كما قلت لكم البيشاميل ما راهيش ثقيله بزاف، راهي خفيفه. انا برك هنا من بردت لي تقالت شويه، بصح كي ندخلوها الطيب غادي كامل يذوب هذاك الفرماج. وهنا الفرماج المبشور اختياري هكا من الفوق باش يتغراتينا. وعندكم ثاني استيس باش الفرماج تاعكم يذوب لكم، سواء كان نوعيه جيده ولا ماشي جيده لازم الفور تاعكم يكون حامي على اعلى درجه. وثاني الا خفتوا ما يذوب لكمش ديروه غطوه بالبابي كويسون ودخلوه يذوب لكم تمتم، ومن بعد قلعوه سي بون. كي تقلعوه تخلوه يتغراتينا هكا ما يدير لكمش هذيك القشره من الفوق ويقعد لكم يابس وماشي شباب. دخلته يتغراتينا كل شيء راه طايب. شوفوا هنا بعد ما احمر لي غير شويه خرجته، والكغاتان تاعنا راه حامي وراه شوفوا فريمون مشخشخ مفرمج.
هنايا النتيجه راهي تعبر على نفسها. لازم تجربوا هذه الوصفه، هذا الكراتا يجي بنين 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 بنين. لازم هذا الكراتا تجربوه فريمون غادي يعجبكم. شوفوا من اروع الوصفات اللي درتهم هذا الكراتا اللي يجي مشمخ، تكثروا له كيما هكا البيشاميل، تخفوها وديروا بيان سيغ الفرماج. المهم حبيباتي ما بقى لي غير نقول لكم خليتكم في امان الله وحفظه، راني نقرا على تطبيقاتكم. سلام. السلام عليكم يا الغاليات، مرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى خير. درت لكم الوصفه اللي طلبتوها مني بزاف الاخوات، قالوا لي فاطمه عاودي حطي لنا الوصفه تاع لي طاغتولات بالشوكولا والكراميل. درتها لكم بادق التفاصيل. هذه الوصفه تجي لمناسباتكم ولافراحكم ما شاء الله. شوفوا معايا لاباط تاعنا تجي كروستيون، وهذاك لافاكس يجي معلق روعه مع الكاناج تاع الشوكولا ثاني ما شاء الله. وصفتنا سهله، انتم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وتخلوا لي تعليقاتكم. اول حاجه هنايا استعملت مارغرين ديما. بالنسبه للمارغرين ديما شوفوا فريمون ما شاء الله راني نستعمل فيها في كامل الوصفات، سواء طبخ ولا حلويات ولا الذوق تاعها بيان سيغ شباب. ثاني ما فيهاش الماء بزاف، وكي تخدموا بها يعني تحسوا بواحد البنه روعه. هنا ديت 125 غرام تاع مارغرين ديما تكون طريه، زدت لها واحد 70 غرام تاع السكر الناعم يكون مغربل بيان سور، وزدت هنا شويه تاع لافاني يعني لاباط تاع لي فون دو طارت كيما هكا. يعني 125 غرام تاع مارغرين، 70 غرام تاع السكر سكر غلاس، وعندي لافاني. ولا ديروا الكراميل ولا حبيتوا تاني ديروها بذوق الشوكولا تاني، كنت درتها لكم سابقا بذوق الشوكولا. دخلتهم مع بعضهم هكا، ومن بعد زدت حبه تاع البيض وبديت نخلط مليح. هنايا دربوا مليح. اللي حابه تخدم بالباتيغ تخدم بالباتيغ حتى تحصل على كريمه تكون خفيفه. وما تنسوش رشه تاع الملح، انا نسيت هنا ابخي درتها. وبديت ندخل في ديك الحبه تاع البيض مع السكر والمارغرين حتى تحصلت على قوام تكون يعني متجانس. دروك غادي نجي نلم بالفارينه. بالنسبه للفارينه غادي تدي لكم 250 غرام تاع الفارينه، وانتم شوفوا يعني على حسب الحبه تاع البيض الحجم تاعها، وثاني على حسب الفارينه كاين اللي تشرب وكاين اللي لا. بديت نضيف الفارينه، دات لي هكا 250 غرام تاع الفارينه، بديت ندخل فيها حتى تحصلت على عجينه. شوفوا ما تدلكوها ما تعجنوها بزاف ما والو. ثاني زدت معاها نص مغرف صغيره تاع خميره تاع الحلويات باش تعطينا هذيك الخفه اللي فون تاعنا. وبديت ندخل فيها غير بالاصابع تاع يديا ونشوف. زدت لها شويه تاع الفارينه ولميتها حتى تحصلت على عجينه تكون متماسكه. كي تخلوها واحد ربع ساعه ولا تشرب لكم هذوك السوائل وتزيد تنشف، يعني ما تنشفوهاش. المقادير مضبوطه: 125 غرام تاع مارغرين، حبه بيض، 60 غرام تاع السكر ولا 70، وزيدوا معاهم 250 غرام تاع الفارينه. وغادي دروك نلمها نغطيها فيلم اليمونتير ونخليها واحد السويعه هكا، يعني ما با يعني واحد ربع ساعه قد ما تشد روحها وتشرب لنا شويه دوك السوائل، ومن بعد نبدا نخدم بها. هنا كيما راكم تشوفوا بديت نضيف الفارينه باسكو علاه الحبه تاع البيض جاتني كبيره. هذه الوصفه كنت درتها لكم سابقا بصح درتها بدوق الشوكولا، يعني لاباط تاعنا زدنا لها شوكولا. درت حوالي 200 غرام تاع فارينه، وهذيك ال 50 غرام درتها تجيكم زوج معالق تاع الكاكاو. من الافضل دائما تستعملوا الكاكاو البني، ولا عطر ثاني حبيتوا ديروا فاني ولا ديروا العطر تاع الشوكولا يعطيكم الذوق شباب. يعني لي فون تاعكم يجوا بدوق الشوكولا، ولا حبيتوهم هكا فاني ثاني يجوكم بيضين وشابين. غطيتها مليح، لازم تغطوها هكا كونتاكت باش ما تدخلهاش الهواء وتيبس لكم، وخلوها بجهه. بعد ما يعني واحد ربع ساعه هكا خليتها. دروك غادي نجي نخدمها. نجيب لي مول تاعي، سواء لي مول العاديين اللي نخدموا بهم ولا لي مول هذوك ثاني تاع لي فون اللي يكونوا كبار ولا صغار، يعني الحجم نتوما تحكموا فيه. شوفوا اول حاجه تشكلوا هكا كره، ومن بعد تبسطوها في يديكم بالكف تاع يديكم وتحطوا. راني نشرح بالتفاصيل للمبتدئات خاصه، يعني المبتدئات يجوني في الخاص يقولوا لي فاطمه هذه كيفاش درتيها وهذه كيفاش درتيها. شوفوا التفاصيل هنا وبدوا تخدموا. الاصبع الكبير يضغط على الوسط، وهذاك الكبير الزاوج يضغط على الجوانب وغير بشويه. ومن بعد تضغطوا هكا قلعوا كامل هذاك الزائد، ردوا في العجينه وغطوها ثاني باش ما تنشف لكمش. انا نفضل هذه الطريقه، يعني بالوحده تخدموا افضل من انك تحليها خطره واحده وتحليها باسكو كي وتحطي فوق ليمون، بس كي تخدمي هكا تنشف لك. يعني برك هذوك الحبات اللي تشكليهم ومن بعد هذيك لاباط اللي تبقى لك تيبس لك وما تجيش ناجحه. بعد ما شكلتهم كامل في الليمون شوفوا دات لي حوالي 15 وحده. درت هادو كيما هكا 12 في هذه، ودرت هادو 4 جاتني 4 كيما هكا. هادو اللي مو اللي ما فيهمش يعني هذوك لي زيكزاك من الفوق. من بعد جبت كارفو ولا فرشيطه وبديت نثقف فيهم ودخلتهم في المجمد. علاه ندخلهم في المجمد؟ باش من بعد كي نديروهم في الفوق ما يطلعوناش ويبقوا محافظين على هذيك لا فورم تاعهم. بعد ما دخلتهم شوفوا بعد ما جمدوا دخلتهم للفوق، طيبتهم من تحت ومن الفوق. شوفوا كيفاش يجوا، ما تحمروهمش برك عسوهم. لاباط تاعنا فريمون ما شاء الله ناجحه كروستيون، تقدروا تحشوها باي كريمه كانت عندكم ولا اي حاجه حبيتوا ديروها. المهم هاد لاباط ناجحه، يعني الوصفه الاصليه تاع لي فون دي طارت. من بعد هنا شادرت جبت كميه تاع الشوكولا حوالي 200 غرام تاع الشوكولا بالحليب، وبديت نضيف لها الحليب. هنا تقدروا ديروا الحليب ولا ديروا الماء بصح يكون حامي. وبداو غير بشويه تحركوا. في الاول تشوفوها تحسبوها خسرت لكم، بصح لا قعدوا برك تحركوا فيها وتدخلوا فيه هذاك الحليب حتى تحصلوا على الكاناج تاع الشوكولا. عندكم طريقتين: تقدروا تزيدوا الحليب ولا تزيدوا الماء، ولا تقدروا حتى تزيدوا دانيت شوكولا ثاني تعطيكم واحد الذوق شباب. يعني ديروا علبه تاع دانيت شوكولا تضيفوها لهذا الشوكولا تاعكم وتبداو تدخلوا فيها مليح مليح. زدت لها ثاني مغرف تاع مارغرين ديما، هنا مغرف صغيره باش تعطيني هذيك لا بريونس وتبقى لنا هذاك الكاناج طري. ومن بعد كي نشوفوا لازم تتحصلوا على قوام يكون املس يكون رطب. شوفوا يكون يبري. دروك غادي نديرها في لي بوش ونخدم بها. لي فون تاعنا لازم يكونوا باردين باش كي ديروهم يعني يشدوا رواحهم وتتماسك لنا هذيك
لا فاص اللي نديروها فيهم. شوفوا لي القوام تاع الكاناش كيفاش يجي، ما شاء الله يجي روعه. هنا عندكم ثاني فكره واحده اخرى، تقدروا تزيدوا لها شويه تاع الكاكاو يكون مرحي شويه خشين، وديروه من الفوق ثاني تجيكم كي شغل يعني فيريرو، يعني تجي ما شاء الله الكاناش هذا كيجي شباب. جبت لي فون تاوعي درت لهم شويه تاع الكركاع ولا مكسرات اللي كانوا عندكم هكا في الوسط. ميم تقدروا ديروا حبيبه تاع البنان، يعني تقطعوها هكا تقطعوها وديروها. وجبت هنايا الكراميل، عندي الكراميل وعندي الكاناش تاعنا اللي خدمناه. بالنسبه للكراميل تاعي انا هنا شوفوا هذه نوعيه واحده اخرى شريتها، يعني ماشي النوعيه اللي مداري نخدم بها، جاني شويه شفاف. ميم تقدروا تخدموه في الدار، يعني حبيتوا الوصفه تاني نحطها لكم اللي نخدم في الدار تاني يجي شباب. وبديت نحط هكا بشويه فوق هذوك المكسرات ولا فوق هذاك الكركاع اللي كنت درته، ومن بعد دخلتهم في المجمد وخليتهم حتى حكموا رواحهم باش كي نحط هذا الكاناش تاع الشوكولا ما يتخلطليش وما يدوبليش مع الكراميل. ابخي هنايا جبت حطيت هذاك الكاناش تاعي هكا من الفوق، خبطتهم غير شويه ودخلتهم في المجمد، خليتهم بردوا باسكو كنت مقلقه، ولا خلوهم يجمدوا هكا على برا. ومن بعد تقدموهم، يعني فريمون الوصفه هذه لازم تجربوها، تجي وصفه ناجحه شابه بريزونطابل روعه. درت لها هكا تزيين خفيف، حبه تاع الكركاع من الفوق، ولا ديروا دي زيكزاك تاع شوكولا وتزيدوا شويه تاع المكسرات من الفوق ثاني، تجيكم الوصفه تاعكم شابه. تقدموها هكا في المناسبات في الافراح فريمون، يعني مع لي جي تجي روعه. انتم ما عليكم حبيباتي غير تجربوها. تبعتوا لي تطبيقاتكم فيسبوك انستغرام ولا في التيك توك. نقول لكم شكرا بزاف على الوصفات اللي راكم تبعتوهم، يعني فريمون تطبيقاتكم تفرحني. وهنايا شوفوا غادي نقسم لكم الداخل الشكل تاعها كيفاش يجي لاقي. ثاني عندكم تزيين اخر، تقدروا هذوك لي بوردور تاعها يعني الجوانب ديروا لهم شويه تاع الكراميل وديروهم في الكوكاو، يعني تغمسوهم في الكوكاو ومن بعد تزيدوا، يعني يجيكم فريمون الشكل تاعها يشهي وشباب. هنا بعد ما تقسموها انا هنا دخلتها في المجمد، يعني الكاناش راه شويه قاصح لي بصح كي تخلوه برا يطرى لكم. وشوفوا لي كيفاش تجي من الداخل، تجي معسله معلكه بالكراميل بهذوك المكسرات، يعني فريمون تجي ما شاء الله روعه. تاكلوا حبه وتزيدوا فريمون تشهي. وصلنا حبيباتي نهايه لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها. ما بقى لي غير نقول لكم خليتكم في امان الله وحفظه، وسلام.